السلام عليكم. النهارده هنعمل الرقاق باللحمه اللي وعدتكم هنعمله من قبل العيد، بس للاسف مريت بشويه ظروف كده، كنت تعبانه. بتمنى ان كنتوا تدعوا لي كده ربنا يشفيني ويخفف عني اللي انا فيه. انا هعمل البصله هنا، قطعت البصل حوالي 3 بصلات كبار وحطيتهم في الطاسه على النار. حطيت معلقتين سمنه كبار وقلبتهم لحد ما البصله دبلت معايا كويس، وبعد كده نزلت عليها باللحمه مفرومه. هقلب في اللحمه كده. انا ما بحطش ملح في البصله، رشيت بس شويه فلفل اسود، وهقلب في اللحمه لحد ما تستوي معانا. هي كده بس اللحمه لونها اتغير معانا اهي وبدات تدخل في السوا. هقلبها كويس واتاكد ان مفيش اي فيها تكتلات ولا اي حاجه. هنزل عليها بالبهارات، شويه ملح، فلفل اسود، شويه 7 بهارات، كل حاجه يعني حوالي نص معلقه فلفل اسود، نص معلقه 7 بهارات، وحوالي معلقه ملح صغيره. هقلبها كويس. وانا بحب احط للعصاج زي مغرفه شوربه لو عندي، او لو مش عندي بحط لها حبه ميه يعني. بس انا عندي شوربه اللي انا هسقي فيها الرقاق، فهحط لها حوالي مغرفه شوربه كده عشان اتاكد ان اللحمه يعني استوت معايا حلو. بتخليها كمان حبه الشوربه دول بيخلوا اللحمه معانا تبقى طريه كده جوه الرقاق، ما تبقاش ناشفه. يا خلاص كده اللحمه بتاعتنا يعتبر خلاص استوت، هي كده تمام قوي. هجهز بقى الشوربه بتاعتي. حطيتها في صينيه وحطيت لها حوالي كوبايه لبن، وطبعا يعني ظبطت الملح بتاعها، وحطيت لها برضو رشه فلفل اسود، وهبدا اسقي الرقاق فيها. والصاج اللي انا حاطه فيه ده انا دهناه سمنه الاول طبعا قبل ما اعمل فيه الرقاق. اي حتت بقى متكسره بتاع انا بحب احطها في النص عادي، مش هتضرنا في حاجه، مش هتبان اصلا يعني. بعد كده حطيت اللحمه وهكمل تاني برضو، وبين كل رقين كده تديها رشه سمنه للرقاق عشان يطلع معاكي مورق كده. هكمل ارص بقيه الرقاق اللي معايا كله. انا حوالي يعني حطيت مثلا 4 رقات من تحت رقاق مثلا، و4 من فوق. وبين كل رق زي ما قلت لكم كده او رقين تديها رشه سمنه كده، يعني انا هحط هنا رشه سمنه وبعد كده هكمل عادي.